لما نيجي هنا بالنسبة لتحسين ظروف الحياة، السؤال هنا هل كل الحضارات حسنت ظروف حياتها زي بعضها ولا كان في جانب من الاختلاف؟ أكيد في جانب من الاختلاف. طب السؤال التاني، هل الظروف الطبيعية في كل الحضارات زي بعض؟ والإجابة طبعا لا. يعني إيه؟ تعال أديلك 3 حضارات. الظروف الطبيعية يا اخوانا ليها دور كبير جدا في انها تحدد لك سمات او خصائص الحضارة. تسألني يعني إيه؟ اقول لك تعالى بص على مصر وعلى بلاد الرافدين. بلاد الرافدين يا جماعة اللي هي العراق، او بيسموها حضارة ما بين النهرين، اللي هي العراق يعني. لما تيجي تبص على مصر هتلاقي عندها نهر النيل، ولما تيجي تبص على حضارة العراق أو بلاد الرافدين أو ما بين النهرين هتلاقي عندها نهري دجلة والفرات، يعني عندها نهرين. يبقى ده معناه إن الظروف الطبيعية اللي كانت عند الحضارتين زي بعض. تيجي نطبق المقدمة على الكلام ده. مش أنا قلت لحضرتك إن الإنسان لما نزل على المناطق الساحلية المنبسطة المستوية اللي عند الأنهار بدأ يكتشف الزراعة؟ طب ما الإنسان في مصر والإنسان في العراق خصائص الحضارة الطبيعية أو الخصائص الطبيعية بتاعت المكان هي يعني كانت متشابهة عند الاتنين، هي اللي عملت الحضارة عندهم. يبقى مصر عندها نهر النيل والعراق عندها نهري دجلة والإيه؟ والفرات. يبقى كده الخصائص الطبيعية اللي أكسبت هذه الزراعة أحد السمات اللي هي إن تكون هذه الحضارة إيه؟ حضارة زراعية. لكن تعالى بقى في حاجة تانية، بلاد فينيقيا اللي هي بلاد سوريا، اللي هي منطقة الشام، اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، الحتة دي كده بتاعت الشام. دي بيقول لك إنها حضارة بحرية تجارية. لا يا مستر لو سمحت أنا عايز أشوف الكلام ده على الخريطة. بص على الخريطة كده معايا. آدي يا سيدي قارة أفريقيا أهي، وادي الحضارة المصرية القديمة أهي. الحضارة المصرية القديمة زي ما أنا بقول لك عندها نهر النيل. وهنا كده الحضارة العراقية في الحتة دي كده أهي مكتوب عندها حضارة بلاد العراق. عندها نهري دجلة والفرات. إذا فالحضارتين يا جماعة عن طريق الأنهار اتعلموا الزراعة اللي خلتهم طبعا يعملوا إيه؟ استقرار. أما بقى في الحتة دي كده اللي هي الحضارة الفينيقية، حضارة بلاد فينيقيا اللي هي حضارة الشام، اللي هي بلاد سوريا